والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم النهارده في درس جديد على قناه يوسف فوتوشوب توتوريالز. في درس النهارده هنشوف ازاي، او مش ازاي، هنشوف هنعمل ايه لو احنا ما عندناش افكار للتصميم. احساس حزين. تابع معايا الدرس. قبل ما ابتدي درس النهارده انا عايز اقول 2 شكرا. اول شكرا للناس الجميله اللي انتوا قريتوا كومنتاتها النهارده قبل الفيديو، وكمان تاني شكرا للناس الاجمل والاجمل والاجمل، مش اجمل منهم يعني بس الاجمل في الدنيا، وهم الناس اللي اتفاعلوا مع الفيديو الاخير. ال 200 واحد اللي عملوا لايك وال 2000 واحد اللي شافوا الفيديو، ما شاء الله اللهم صل على النبي. بجد دول اللي فعلا اسمهم مبدعين، وربنا يبارك فيهم وان شاء الله يوفقهم في المجال بتاعهم ايا كان ايه هو. تمام. ياما احنا بنحس بالاحساس ده، ما عنديش افكار خالص، يعني تحس ان انت نفسك تصمم او عايز تعمل حاجه بس مفيش اي فكره جايه في بالك خالص. انا كل يوم بحس بالاحساس ده اساسا، يعني كل يوم بحس بالاحساس ده، لكن الحمد لله ربنا بيرزق وبتعدي. الحمد لله اليوم بيعدي اليوم من غير ما يبقى فيه اي تعقيدات يعني، وبيجي افكار الحمد لله، بس مش دايما بتحصل. يعني هتلاقي يوم، كل يوم ممكن يحصل، لحد ما تلاقي في يوم مفيش حاجه حصلت او كده. فانا عندي ليك 7 حاجات تعملهم، مش عارف اشمعنى 7 بصراحه، بس هتلاقي عندك 7 حاجات تعملها عشان تجيلك افكار ان شاء الله. يعني انا ما بعملها او بعمل بعضها، يعني ربنا بيرزق برضو بشويه افكار، فيا رب تنفعك. اول حاجه، عشان طبعا ربنا يبارك في الحاجه اللي انت هتعملها وتبقى حاجه مش تجيب لك الخير وبس، ان انت تقعد مع نفسك لمده 5 دقايق مثلا. يعني تقريبا ال100 هياخدوا اقل من 5 دقايق، وتقعد تستغفر ربنا شويه. يعني ده بيخلي الواحد كأنه يفصل من التنشنة اللي هو فيها طول اليوم، اذا كان مشغول في حاجة، حاجة عملها مش عارف ايه، بتخليك تفصل شوية، وذهنك بيهدى خالص، وبيبتدي كأنه بيعمل ريستارت وبيفكر في افكار جديدة. فدي اول حاجة، ان انت تقعد مع نفسك، تقعد تستغفر ربنا 100 مرة، ويا ريت لو بسبحة عشان تعرف انت وصلت لل100 ولا لا، عشان ما تلاقيش نفسك تايه او مش عارف انت وصلت لحد فين. استغفر ربنا، ودي كانت اول حاجه. تاني حاجه، وهي ان انت تشوف اعمالك القديمه. ده هيفيد في ايه؟ اولا لما بتشوف اعمالك القديمه، ما اقصدش قديمه يعني من 5 سنين، لا اقصد يعني لسه عاملها امبارح حتى، بس ان انت كانك بتفتح فايل تصاميمك وتشوف الحاجات اللي انت كنت عاملها. ده بيفيد في ايه؟ ده بيفيد في ان انت اولا انت بتتبسط ان انت عملت الحاجات دي، وان انت شفت انت اتطورت في قد ايه ومش عارف ايه. فلما تشوف تصاميمك القديمه، يا اما انبساطك بان انت شفتها هيجيب لك افكار، او ان انت هتحس ان انت شفت مثلا تصميم قديم ليك ما كنتش منفذه بشكل كويس، مع انك ساعتها ساعه التصميم ده كنت حاسس ان هو كويس، لكن دلوقتي هتلاقي مثلا ان انت اتطورت اكتر في التصميم، فهتلاقي ان انت عايز اعدل عليه، فتروح عامل واحد تاني جديد ويبقى افضل بكتير قوي من القديم. فاديك اهو عملت تصميم. وطبعا انا بقول ان في الاول وفي الاخر ربنا هو اللي بيرزق بالافكار، احنا بس كاننا بناخد بالاسباب، عشان ما نبقاش كاننا قاعدين باصين في الشاشه وشنا في وشها واحنا مش فاهمين اي حاجه، وقاعدين مستغربين احنا ما بيجيلناش افكار ليه. تمام. فتمام. فدي تاني حاجه، شوف اعمالك القديمه. تالت حاجه، وهي هي بس هنغير كلمه، شوف اعمال الناس اللي بتحبهم. يعني مثلا لو انت متابع حد على البيهانس او على الفيس، انستجرام، اي حاجه من الحاجات دي، كل يوم كده خش اتفرج على حاجاته. زي ما قلت، حاجاته هتحسسك ان هي هتعمل لك انسباير، ان انت هتحسسك، هتجيب لك الهام ان انت عايز تعمل حاجه زيها، او مجرد مشاهدتك ليها مخك بيبتدي كانه يشغل طاقه الابداع اللي عنده، فيفتكر حاجه ان هو كان نفسه يعملها ونسيها مثلا. دي رقم 3، ان انت تشوف اعمال الناس اللي بتحبهم، و دي ان شاء الله هتلهمك يعني. ولو عايز تشوف اعمال انا، هتلاقيها هنا في البيهانس في الصفحه قصادك على في القناه. رابع حاجه، وهي شوف دروس. هتقولي ايه فايده ده بده؟ هقولك. اما مثلا تبقى عايز تتعلم الالستريتور، وتكتب هنا في السيرش، تكتب الستريتور، ولنفترض مثلا ان انت شفت اغلب الدروس دي كلها، ولو ان ده مش بيبقى دايما، بس مثلا انا شفت كل الدروس دي. افضل اقلب لحد مثلا ما الاقي درس ما شفتهوش، ممكن مثلا ازهق منه. المهم ان انت اول حاجه تعملها، ان انت كانك بتبص للصور من بره. مجرد شفتك ان انت بتشوف يعني الصور من بره، ان انت تشوف عمل شكله حلو لدرجه ان هو معمول درس، فده برضه هيلهمك، وان انت كمان تشوف الدرس كامل.
فتشوف حاجه هو عملها هتحسسك ان انت ايه ده، انا عايز اعمل ده اللي في الدرس، او انا عايز اعمل حاجه تانية. مخك هتلاقيه فجاه جاب لك فكره من حيث لا تدري فجاه كده. فدي كانت رابع حاجه، وهي ان انت تشوف دروس. تمام. خامس حاجه هي اما تبقى مثلا لما يبقى عندك وقت فراغ انت عامله كساعه راحه مثلا من اي حاجه كنت بتعملها، او انت قاعد فاضي اصلا، افتح البرنامج اللي انت بتشتغل عليه ايا كان ايه هو، فوتوشوب، الستريتور، ان ديزاين، افتر افكتس، بلندر، اي حاجه، افتحها واقعد قصادها فاضي. طبعا انا اسف لو سامعين اي حاجه ده من الشارع بره، ملناش اي دعوه بيه. تفتح الجهاز وتفضل قاعد قدام البرنامج، بس المهم تبقى فاتح البرنامج بالذات، وتفضل قاعد قدامه ساكت، قاعد باصص له كده، قاعد عمال تبص للادوات اداه من غير اي حاجه تعملها. ده طبعا لو الاربع محاولات اللي قبلهم فشلوا معاك، فتوصل بيك لدرجه ان انت تقعد ت... يعني ايه اللفظ، اتنح شويه مع الجهاز، افضل باصص له لمده وقت. ده احيانا بيجيب نتيجه، يعني احيانا، لكن ما اعرفش ممكن يجيب نتيجه ولا لا، بس هو بيبقى بصراحه نتيجته فعاله، ان انت قاعد بتبص للبرنامج، ان انت دايما ما بتبقاش مركز معاه، فكانك تفضل باصص له كده، هتلاقي ان شاء الله مخك جاب لك افكار. سادس فكره وقبل الاخيره، وهي ما تحاولش تدخل نفسك في المود غصب عنك. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انت مثلا حاسس ان انت متعصب من حاجه دلوقتي، مثلا متخانق مع حد، في موقف وحش افتكرته فمخليك قاعد متضايق، ايا كان، اتلسعت في شمعة يا سيدي، مش هتفرق ايه اللي حصل لك. المهم لو انت في مود وحش، ما تقعدش نفسك كانك انا هصمم دلوقتي بمجرد بالعصبيه دي، لا ما تقعدش كده خالص، لان انت هتبقى قاعد متضايق، فعقلك هيحس ان كأن التصميم هو اللي مضايقك، فهتبقى بعد كده كل ما تفكر ان انت عايز تصمم هتلاقي نفسك متضايق. فما انصحكش خالص ان لو انت متضايق، طبعا متضايق اقصد بيها عصبي، لكن لو حزين ده احسن حاجه، التصميم هو اللي بيخرج كل حاجه. لكن لو انت حاسس ان انت متعصب في حاجه مضايقاك، حاجه مخليك بتجز على اسنانك زي ما انا عامل دلوقتي كده، ما تقعدش خالص، ما تدخلش نفسك في مود التصميم خالص غصب عنك، عشان مخك هيترجم ده ان انت كاره التصميم، مع انك انت ممكن تكون متضايق من اي حاجه تانية، لكن هيفتكر ان مخك هيفتكر ان التصميم هو اللي وحش وهو اللي مخليك عصبي كده، فكل ما تفكر في تصميم هيروح مفكرك باحساس العصبيه، فهتخسر التصميم طول عمرك، ودي حاجه تزعل. سبعة والاخيره، وهي شوف الحاجه اللي انت بتحبها. ايه ده يعني ايه؟ يعني لو انت مثلا شخص زي انا بحب الافلام والمسلسلات الاجنبي، فدي الحاجه اللي مثلا بحب اقعد اقضي فيها وقت فراغي، ان انا اقعد اتفرج على فيلم كامل، مش كامل، مش هي دي القضيه يعني، بس اما بتقعد تعمل الحاجه اللي انت بتحبها بعيدا عن التصميم، وانت قاعد تتفرج ومستمتع كده، لما المخ بيبقى فرحان وحاسس ان صاحبه فرحان، بيبتدي يشغل كل الحاجات الكويسه، وطبعا اهم احلى حاجه انت بتعملها كمصمم هي التصميم اصلا، فبتحس فجاه ان التصميم كانه ابتدى الفولت بتاعه يعلى، ويبتدي ابداع مخك يزيد، وتحس فجاه ان انت ايدك ابتدت كانها تسقع كده، وان انت خلاص عايز تعمل حاجه، عايز ان انت خلاص سخنت عايز تعمل حاجه. فلما بنتفرج على الحاجه اللي احنا بنحبها، او بنعمل الحاجه اللي احنا بنحبها بعيدا عن التصميم، ده بيشغل عندنا التصميم. فانت لو مثلا بتحب الكوره، افتح اليوتيوب، اتفرج على اجوان فرقتك، اتفرج على افضل الماتشات، افضل الصدات اللي عملها اي حارس في الدنيا. بتحب المصارعه، اتفرج على مصارعه دبليو اي حاجه. بتحب الافلام زي بتحب ايه تاني ممكن تكون بتحبه؟ بصراحه مش عارف. الحاجه اللي انت بتحبها اكتبها لي تحت في الكومنتات عشان اعرف الناس لو قاعده فاضيه بتعمل ايه. ودي كانت سابع حاجه معانا النهارده، وهي اعمل او شوف او اتفرج على الحاجه اللي انت بتحبها، ده هيشغل عندك طاقه الابداع ويجيب لك ان شاء الله افكار. طبعا كل التجارب، كل الحاجات اللي انا قلتها لكم دي انا ما قريتهاش في اي حته بصراحه، انا ما عملتش اي سيرش على الموضوع ده خالص، بس انا كتبت لك الحاجات اللي انا نفسي بعملها، اللي احيانا معايا بتجيب نتيجه، طبعا بعد ما ده طبعا بعد فضل ربنا. وبس، وكان هو ده درس النهارده. احاول اخلص الدرس قبل ما يبقى 10 دقايق بالظبط. كان معكم يوسف محمد من قناه يوسف فوتوشوب توتوريالز. اتمنى يكون فعلا درس النهارده عجبكم، ولو عجبك ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناه، وبس كده، وان شاء الله ربنا يوفقك في المجال، واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.